بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا يا رب. طلاب الصف الثاني الثانوي الشعبة العلمية، أهلا بكم حضرات. يا رب كده تكونوا بخير وصحة وكويسين. تعالوا مع بعض النهاردة نحل اختر بتاع درس الاتزان، وده أطول درس عندك في الاستاتيكا. إن شاء الله هنبسط الدنيا خالص، هنزلهولك جزئية صغيرة بجزئية صغيرة بحيث حضرتك ما تملش، وبحيث لما انت تذاكر جزئية صغيرة بجزئية صغيرة تدخل في دماغك على طول. في الفيديو ده بإذن الله هحل معاك 15 سؤال اختر بالتفصيل، وهفهمك كل حاجة بتيجي ازاي. والفيديو اللي بعده هنزلك برضو 15 أو 16 سؤال، وبكده نكون حلنا اختر بتاع درس الاتزان. درس مهم، هو طويل بس ان شاء الله هنبسط الدنيا يعني. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الاول بيقول لحضرتك، بيقول لك اذا اتزن جسم تحت تأثير 3 قوى متلاقية في نقطة، فإن مقدار كل قوة يتناسب مع نقط الزاوية المحصورة بين القوتين الآخرين. حضرتك ده تعريف لامي، ده تعريف قاعدة لامي، ما احنا خدنا مثلث القوى وخدنا قاعدة لامي. ده تعريف قاعدة لامي. قاعدة لامي كانت بتقول لك ايه؟ تعال افكر حضرتك بيه. كانت رسمتها عاملة كده. قاعدة لامي كنا بنستخدمها لو عندي الثلاث زوايا اهو، وليكن هنا عندك قوة اسمها قاف واحد، وقوة هنا اسمها قاف اتنين، وقوة هنا اسمها قاف تلاتة. وليكن الزاوية ديت اسمها ه واحد، والزاوية ديت اسمها ه اتنين، والزاوية ديت اسمها ه تلاتة. لامي كان بيقول لك لو عندك 3 قوة متزنة ومتلاقية في نقطة، فإن كل قوة بتتناسب مع جيب الزاوية المتممة، تتناسب مع جيب الزاوية المقابلة للقوتين التانيين. يعني حضرتك بيقول لك إيه؟ بيقول لك قاف واحد على جا الزاوية اللي قبالها الناحية التانية جا واحد بيساوي قاف اتنين على جا اتنين بيساوي قاف تلاتة على جا تلاتة. ده اسمه يا شباب التناسب. فبيقول لي حضرتك، بيقول لك هنا في المقام هنا جا، وفي المقام هنا جا، وفي المقام هنا جا، فإن كل قوة تتناسب أختار له مع إيه بقى؟ مع جيب الزاوية المحصورة بين القوتين الأخرين. تمام كده يا شباب؟ تعال نشوف اللي بعده. بيقول لحضرتك في اللي بعده إيه بقى؟ يلا. بيقول لك إذا اتزن، تعال نشوف السؤال التاني اللي فوق دوت أهو. يلا. بيقول لك إذا اتزن جسم تحت تأثير قوتين قاف واحد وقاف اتنين، فإن، ومديك شوية اختيارات. تعال نقول لحضرتك حاجة. عشان الجسم يتزن تحت تأثير قوتين، وليكن رسمة عندنا اهيت وجسم محطوط اهوت. لو عشان الجسم يتزن تحت تأثير قوتين لازم القوتان متساويتان في المقدار ومتضادتان في الاتجاه. متساويتان في المقدار متضادتان في الاتجاه. يعني وليكن هنا قوة الوزن هي الأسفل، وهنا قوة رد الفعل العمودي لأعلى. لازم يكونوا دولت متساويتان في المقدار، يعني الر قد الواو، ومتضادتان في الاتجاه، واحد فوق وواحد تحت. يعني المفروض القوتين يكونوا متساويين. طب حضرتك نشوف كده. بيقول لك في الأولى هنا قاف واحد متجه. شايف أنا بقراها إزاي؟ قاف واحد متجه بيساوي قاف اتنين متجه. تفتكر هي ديت؟ تعال أقول لحضرتك على حاجة خدتها في سنة أولى ثانوي. لو متجهين بيساووا بعض لازم يتحقق فيهم شرطين. ايه؟ لازم يكونوا متساويتان في المقدار والاتجاه. لو متجهين متساويين لازم يكونوا متساويين في المقدار والاتجاه. طب ماشي، هما هيكونوا متساويين في المقدار بس الر والواو في نفس الاتجاه؟ مستحيل، يبقى الاولى ديت غلط. تعال نشوف الرقم ب كده. يقول لك قاف واحد بيساوي لما يقول لك ديت يبقى بيساوي بعض كمقدار. يبقى قاف واحد بيساوي قاف اتنين. طبعا هي دي الصح. طب رقم 3 بيقول لك قاف واحد زائد قاف اتنين ما بيساووش الصفر. لا طبعا هما هيساووا صفر لأن هما في حالة اتزان. هما هيساووا صفر لأن هما في حالة اتزان. بيقول لك ليس على استقامة واحدة، هما مضادان في الاتجاه زي ما قدامك أهو. طيب تعال نشوف كده السؤال اللي بعده. رقم 3. يلا لما نجيب القلم. يلا بيقول لك في رقم 3، إذا اتزن جسم تحت تأثير عدة قوى مستوية، فإن أقل عدد من القوى التي تحدث اتزان تساوي نقط. لا تعال نقول لحضرتك على ملحوظة كده مهمة جدا جدا جدا. تعال، لما يقول لحضرتك أقل عدد من القوى عشان يحصل اتزان،
بكل جراءة كده قول له قوتين اتنين. أقل عدد من القوى عشان تحدث اتزان قول له قوتين اتنين. طيب لو قال لك أقل عدد من القوى غير المتساوية، شبه قاعدة لام دي بقى، أقل عدد من القوى غير متساوية عشان تحدث اتزان هنقول له هنا إيه يا شباب؟ هنقول له 3. طب تعالى نشوف السؤال بتاعنا، ملحوظتين مهمين جدا وخلي بالك منهم هيقابلنا في سؤال اختر جاي. إذا اتزن جسم تحت تأثير عدة قوى مستوي فإن أقل عدد من القوى تحدث اتزان، لا هقول له 2. تعالى كده نشوف السؤال اللي بعده وأنت هتقارن. ها السؤال اللي بعده بيقول لك إيه؟ بيقول لك أقل عدد من القوى غير المتساوية. غير إيه؟ غير المتساوية. ده أنت قصدك بقى على قاعدة لامي، يبقى قاعدة لامي فيها كام يا شباب؟ فيها 3 قوى أهو. بالله عليك خلي بالك من السؤال الثالث وخلي بالك من السؤال الرابع. طيب تعال نشوف اللي بعده. السؤال الخامس بيقول لحضرتك إيه في السؤال الخامس؟ بيقول لك إذا كان قاف 1 متجه وقاف 2 متجه وقاف 3 متجه 3 قوى متلاقية في نقطة ومتزنة فإن مقدار محصلة قاف 1 وقاف 2 بيساوي نقط. لا تعالى ارجع لك على حاجة. احنا خدنا في قاعدة لامي إن محصلة أي قوتين بيساوي القوة التالتة. محصلة أي قوتين بيساوي القوة التالتة. يعني لو عندك هنا قاف 1 وعندك هنا قاف 2 وعندك هنا قاف 3، بص بقى هنعمل ايه. تعالى كده لو جبنا محصلة القوة الأولى والتانية، ما هو أنت تجيب محصلتهم يعني تلغيهم. محصلة القوة الأولى والتانية اللي هي دي اللي هي تكون بتساوي القوة التالتة في المقدار وعكسها في الاتجاه. فعلى طول قاعدة لامي محصلة أي قوتين بيساوي القوة التالتة. يعني محصلة قاف 1 وقاف 2 بيساوي قاف 3، محصلة قاف 2 وقاف 3 بيساوي قاف 1، وهكذا. محصلة أي قوتين بيساوي القوة التالتة. تعال كده نشوف السؤال اللي بعده اللي هو رقم 6. رقم 6 بيقول لك إيه بقى؟ رقم 6 بيقول لك 3 قوى متساوية في المقدار ومتلاقية في نقطة 3 قوى متساوية في المقدار ومتلاقية في نقطة ومتزنة فإن قياس الزاوية بين أي قوتين. والله تعال نرسم له الثلاث قوى، وليكن قوة عندي هيت وآدي القوة التانية وآدي القوة التالتة متساوية، يعني هنا قاف وهنا قاف وهنا قاف. طب خلاص، طب ما طالما التلاتة متساويين يبقى الزوايا التلاتة دول متساوية، يبقى هنا سيتا اللي هنا بيساوي سيتا اللي هنا بيساوي سيتا اللي هنا. طب دول كلهم مجموعهم كام؟ 360. هتقسمهم على كام؟ 300. ما هم متساويين يالا، يبقى 360 على التلاتة اللي هي بتساوي كام؟ اللي هي بتساوي 120 درجة، اللي هي رقم أو الإجابة ج. تعال نشوف كده السؤال اللي بعده اللي هو رقم 7. ركز معايا، الدرس دوت من الدروس المهمة جدا وإن شاء الله هيبقى سهل بإذن الله تعالى. بيقول لك إذا كانت قاف تتزن مع قوتين متعامدتين 8 وال15. بص حضرتك، طالما قال لك قاف، طالما قال كده القاف بتتزن مع 8 وال15 يبقى القاف ده اهي محصلة 8 وال15. طالما قال لك قوة بتتزن مع قوتين يبقى قاف ده هي المحصلة. لو قال لك مثلا السبعة، تعال كده في على الجنب، السبعة قوة اسمها 7 تتزن مع قوتين اسمهم 9 و8، يبقى خلاص يبقى فين محصلة الاتنين دولت؟ السبعة. يبقى السبعة هي المحصلة بتاعتهم، يعني دي هي الحاء. دي هي يا شباب الحاء. تعال نشوف بقى، نرجع للسؤال بتاعنا تاني اهو. بيقول لك في السؤال إذا كانت قاف تتزن مع الاتنين دولت، خلاص يبقى قاف هي المحصلة أهو. بكل جراءة يبقى القاف هي المحصلة. طب أنت عندك كام قانون للمحصلة؟ والله عندنا القانون العام خالص اللي هو إيه؟ جذر التربيع، قاف 1 تربيع زائد قاف 2 تربيع زائد 2 قاف 1 قاف 2 جت إيه؟ طب ما هنا حاجة سهلة، ما هنا بيقول لي متعامدتان، ما أنت لو استخدمت القانون اللي لسه قايله صح، بس متعامدتان جذر التربيع القاف 1 تربيع زائد قاف 2 تربيع. دي اسهل، عايز تستخدم القانون التاني وتبقى ليها عندك ب90 مفيش اي مشكله. يبقى الجذر التربيعي ل8 تربيع زائد كام يا شباب؟ 15 تربيع، لان ده هتبقى قاف 1 وده هتبقى قاف 2. بالاله الحاسبه الناتج هيطلع معاك 17 اللي هي رقم اللي هي الاجابه ب. تمام كده يا شباب؟ قوه تتزن مع قوتين يبقى القوه ديت هي المحصله بتاعته. تمام. تعال نشوف السؤال رقم 8. رقم 8 بيقول لك ايه بقى؟ رقم 8 بيقول لك إذا كانت القوة التي مقدارها قاف أهو تتزن مع قوتين 5 و3، الله أكبر أهو.
قوة قاف بتتزن مع قوتين اللي هما الخمسة والتلاتة. قول لي فهمت ايه؟ ها، يبقى القاف هي محصلة الخمسة والتلاتة. طب تعالى نقرأ بقية السؤال. واللتان تحصران بينهما زاوية 60. يبقى اليه هنا بيساوي 60 درجة، يعني مش متعامدتان شبه اللي فاتت، مش متعامدتان شبه اللي فاتت. طب خلاص، يبقى القاف هي المحصلة، أكنك بتجيب المحصلة بالظبط، بس هستخدم القانون الكبير بقى، الجذر التربيعي. ها، قاف واحد تربيع زائد قاف اتنين تربيع زائد اتنين قاف واحد قاف اتنين جتا. طب يلا، يبقى القاف اللي انت عايزها اللي هيها المحصلة بيساوي الجذر التربيع. يلا، قاف واحد تربيع اللي هو خمسة تربيع، قاف اتنين تربيع اللي هو تلاتة تربيع، زائد اتنين في قاف واحد خمس في قاف اتنين تلات، جتا 60. خلص حضرتك كل ده بالآلة الحاسبة، هيطلع معاك إن شاء الله بإذن الله يعني 7 نيوتن. معاك الآلة الحاسبة بقى، أنت مش صغير، ده طالب علم. يبقى إيه؟ يبقى الإجابة ج. تعالى نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لك إيه في السؤال اللي بعده؟ بيقول لك أي من القوى ذات المقادير التالية تكون متزنة؟ لا تعالى بقى أما أفهمك حاجة بقى. بيقول لك عايز أنهي قوة من دول تكون متزنة. تعالى ركز معايا في ملحوظتين كده بالله عليك، أبوس إيدك ركز معايا فيه. عشان القوة تكون متزنة لازم مجموع أي قوتين، لازم مجموع أي قوتين أكبر من أو يساوي القوة التالتة. مجموع أي قوتين أكبر من يا شباب، أكبر من أو تساوي القوة التالتة. بس وفي بعض الأحيان لو شرط عليا، أقول لك شرط عليا إيه؟ في بعض الأحيان بتكون مجموع أي قوتين أكبر من التالتة بس، أشيل يساوي. طب هو يا أستاذ إمتى بقى استخدم اللي فوق ديت وإمتى استخدم اللي تحت ديت؟ اللي فوق ديت لو ما شرطش عليك حاجة، لو ما شرطش حاجة. أما التانية ديت تستخدمها اللي فيها أكبر ما فيهاش يساوي ديت لو شرط عليك وقال لك ليست على استقامة واحدة. لو شرط عليك وقال لك ليست على استقامة واحدة، يبقى اللي فوق لو ما شرطش علي حاجة. إنما اللي تحت أكبر من القوة التالتة لو قال لي ليست على استقامة واحدة. طيب تعال نشوف كده. يقول لي أي من مجموعات القوى ذات المقادير الآتية يمكن أن تكون متزنة. تعال نجمع أصغر قوتين كده، دي الحالة الأولى ولا التانية؟ دي الحالة الأولى طبعا. تعال نجمع أصغر قوتين لازم تطلع أكبر من أو تساوي التالتة. اجمع كده، يبقى هنا 8 وهنا 8. 8 و8 كام؟ 16. وال16 أكبر من ال8 دي، يبقى الحالة الأولى هنا نفعت. تعال نشوف التانية. اجمع أصغر اتنين، ال8 وال8 هتساوي كام؟ 16. وال16 قد ال16 اللي هناك. ما احنا عندنا حالتين، يا أكبر يا يساوي، يبقى الحالة الأولى صح والحالة التانية صح. الحالة التالتة بيقول لك 8 و8 و20. تعال نجمع أصغر اتنين، 8 و8 16. طب ال16 أصغر من ال20 ما ينفعش، احنا قلنا أكبر من أو يساوي، أكبر أو يساوي. يبقى اللي نفع واحد واتنين اللي هي رقم إيه؟ اللي هي الإجابة ج. خلي بالك من الحالة التانية ديت اللي أنا كاتبها بالأزرق عشان هتقابلنا بعد شوية. تعال نشوف كده السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لك أي من مجموعات القوى ذات المقادير الآتية لا يمكن أن تكون متزنة. لا يمكن أن تكون متزنة. طب هو هنا ما شرطش علي حاجة، وطالما ما شرطش علي حاجة يبقى لازم إيه؟ مجموع أي قوتين أكبر من أو تساوي التالتة. مجموع أي قوتين أكبر من أو تساوي التالتة. طيب يعني ايه مثلا؟ تعال نجمع كده اصغر اتنين. هو خد بالك هو عايز لا، يعني عايز نطلع الغلط. تعال نجربهم كلهم. فين اصغر اتنين؟ العشرة والخمسة يدونا كام؟ 15. ما ال15 اكبر من العشرة، دي نفعت ديت لو هي متزنة، يبقى دي متزنة. تعال نشوف رقم ب. اجمع اصغر اتنين، 4 و6 10. طب العشرة بتساوي العشرة، مش انا قلت لك اكبر من او يساوي، يعني دي صح ودي صح، يبقى ده هي برضه متزنة. تعال نشوف هنا اصغر اتنين، 7 و8 هيدوك كام؟ 15. طب ما ال15 برضه اكبر من ال11، عادي ما هو اكبر او يساوي، يبقى دي متزنة. تعال نشوف دي، احنا عايزين نطلع الغلط اللي مش متزن. اصغر اتنين ادي 8 و4 يدينا كام؟ 12. طب هل ال 12 اكبر من ال 14؟ ما ينفعش، يبقى هي ديت اللي مش متزنه. تمام كده يا شباب؟ يا رب نكون فهمنا الحالتين اللي انا كتبتهم قبل كده. تعال نشوف كده. رقم 11 بيقول لك ايه بقى؟ تعال نجيب القلم. ها،
بيقول لك في رقم 11 ثلاث قوى ليست على استقامة واحدة. الله الله الله. ثلاث قوى ايه؟ ثلاث قوى ليست على استقامة واحدة. السؤال ده مهم جدا على فكرة. السؤال ده مهم جدا. ليست على استقامة واحدة ومتلاقية في نقطة ومتزنة، فإذا كان مقدار قوتين منهم هما 7 و3، واحدة مقدارها 7 وواحدة مقدارها 3، فإن مقدار القوة التالتة يمكن أن تكون كام؟ والله العظيم تعالى نشوف كده بقى. تعال نشوف دنيتنا كده أهو. فإن مقدار القوة التالتة يمكن أن تساوي كام؟ يلا. طب احنا في الحالتين اللي فاتوا لو تفتكر كنت قلت لك مجموع اي قوتين اكبر من او تساوي التالتة. طب لو شرط عليك، لا لو شرط عليا يبقى مجموع القوتين اكبر من التالتة بس، مفيش يساوي. مفيش ايه يساوي. طيب حضرتك عارف من الدرس الاول خالص، افهم معايا بس كده، ان المحصلة كانت بتنتمي للفترة المغلقة. اطرح مرة واجمع مرة، اطرح مرة واجمع مرة، يبقى هنا كام؟ 7 ناقص 3 دي كده 4، و7 و3 دي كده كام؟ 10. بس هنا طبعا ما ينفعش استخدم الحالة دي، ده الحالة دي الحالة الأولى لو ما شرطش عليا حاجة. ده هنا بيقول لي ليست على ايه؟ ليست على استقامة واحدة. هنا أكبر بس ما عليهاش يساوي، يبقى الفترة بدل ما كانت مغلقة هتبقى مفتوحة. هيبقى بتنتمي للفترة المفتوحة بقى، ما هو مفيش هنا يساوي، ما هو شرط. يبقى 4 و10. يبقى هي ما ينفعش تساوي 4 وما ينفعش تساوي 10، لأن لو ساوت 4 يبقى القوتان في عكس بعض في الاتجاه، ولو ساوت ال10 يبقى القوتان في نفس الاتجاه. طبعا هو قال لي ليست على استقامة واحدة. طيب فإن مقدار القوة الثالثة ما ينفعش 4 يبقى 4 دي غلط، وما ينفعش 10 يبقى ال10 دي غلط. ما هو ممكن تكون رقم بينهم بقى، ما هو في 3 وفي 4، في 5 بينهم، في 6، في 7، ايه اللي بينهم هنا في الاختيارات؟ الخمسة. طب التلاتة؟ لا التلاتة أصلا مش موجودة في الفترة خالص. سؤال مهم جدا بتاع ليست على استقامة واحدة. طيب يبقى الإجابة تبقى يا شباب ج. تعالوا كده نشوف السؤال اللي بعده. السؤال رقم 12. رقم 12 بيقول لحضرتك ثلاث قوى مستوية ومتزنة وتؤثر في نقطة مادية، قياس الزاوية بين القوتين الأولى والتانية 60 والتانية والتالتة 150، فإن النسب بين مقادير القوة. طالما قال لي تلات قوى وخلاص ومستوية ومتزنة، قاعدة لامي يا باشا، قاعدة لامي أهو. تعال نشوف كده قاعدة لامي، تعال نطبقها. قاعدة لامي كانت بتقول لحضرتك يبقى هنا لو عندك قاف واحد وهنا قاف اتنين وهنا قاف تلاتة، تعال نترجم بقى ونشوف. قال لك الزاوية بين القوة الأولى والتانية 60، يعني الزاوية دي 60 أهي، والزاوية بين القوة التانية والتالتة 150. التانية والتالتة هي 150. تعرف تجيب التالتة؟ 360 ناقص وافتح قوس 60 زائد 150 هتطلع معاك 150 درجة اهو، يبقى دي كمان 150. طب تعالى نشوف بقى. بيقول لك النسب، يعني طبق قاعدة لام، يعني هتقول لي قاف واحد على جا كام؟ على جا 150 بيساوي قاف اتنين على كام؟ قاف واحد على جا 150 بيساوي قاف اتنين على جا 150 بيساوي قاف تلاتة على جا كام؟ على جا 60. طب هو عايز النسب، يعني هو عايز قاف واحد إلى قاف اتنين إلى قاف تلاتة بتساوي جا 150 إلى جا 150 إلى جا كام؟ إلى جا 60. طب ما هو جا 150 لو حسبتها بالآلة الحاسبة تديك نص، وجا 150 برضه بنص، وجا 60 اللي هي جذر 3 على الاتنين. بص في الاختيارات كده، ده ما فيش في الاختيارات مقامات. طب عايزها تخلص من المقامات دي كلها، تقوم تضرب كله في 2. لما اضرب بص كده تعالى افهمك. لما اضرب دي في 2، اما اضرب دي في 2 واضرب دي في 2 واضرب دي في 2، تلاقي الاتنين طارت مع الاتنين يبقى بقى واحد، الى الاتنين طارت مع الاتنين يبقى بقى واحد، الى الاتنين برضو هتطير مع الاتنين يبقى كام يا شباب؟ جذر 3. يبقى واحد إلى واحد إلى جذر 3 اللي هي ألف. تعال كده نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده اللي هو رقم كام؟ رقم 13. يلا بينا. بيقول لي إذا كانت القوى التي تتزن مع القوتين المتعامدتين التي مقدارهما قاف واحد وقاف 2 نيوتن، عايز زاوية ميلها على إحدى القوتين بكام؟ اقرأ تاني وبتركيز. القوة
اللي هتتزن مع قوتين متعامدتين. طبعا عشان قوة بتتزن مع قوتين لازم تساويها في المقدار وعكسها في الاتجاه. لو قوة تتزن مع قوتين طبعا القوة دي هتكون هي المحصلة عشان تكون فاهم. طيب تعال نشوف كده. قال لي قوة بتتزن مع قوتين متعامدتين مقدارهم ق وق. خد بالك القوتين هنا متساويين وفي نفس الوقت قال لي متعامدين. طب تعالى كده يا باشا. قال لي مقدارهم هنا ق وهنا ق ومتعامدتين. حاضر اهو الزاوية بينهم 90. طب ما هو المحصلة بين ق وق هتساوي ايه؟ والله المحصلة يا استاذ هتكون في نصهم كده. اهي ادي المحصلة اهيت. وطبعا طالما القوتان متساويتان يبقى هنا 45 وهنا 45 يبقى المحصلة بتنصف الزاوية بين القوتين. انا رسمتها ازاي تاني؟ هو قال لي مقدارهما ق وق ومتعامدتين. يعني معنى ان انت جبت المحصلة يعني انت لغيت ديت ولغيت دي خالص، شلتهم، دي بقى هتحل محلهم. فين بقى القوة اللي هتتزن مع الحاء دهيت؟ هو طالب اصلا كده القوة اللي هتتزن مع القوتين دول فين. ما هو معنى كده ان القوة دي هتساوي محصلتهم، ما احنا عملنا المحصلة فوق اهو. طب تعالى كده اوريك، اعملها لك بلون تاني. فين القوة؟ بص كده حضرتك، القوة التانية دي هتكون مساوية لها في المقدار وعكسها في الاتجاه. عكسها في الاتجاه يعني ايه؟ اهو، يعني هتكون كده صح كده؟ ما هتكون مساوية لها في المقدار وعكسها في الاتجاه. طيب يعني دي القوة اللي هو عايزها، دي القوة اللي هتتزن مع القوتين دولت اللي هي ح. هسمي دي وليكن ق شرطة. طب هو طالب عايز زاوية ميل القوة دهيت على إحدى القوتين، على إحدى القوتين. يعني عايز هنا الزاوية بين دي وبين دي كام، أو بين دي وبين دي كام. طب ما خلاص، طب ما هي دي كلها زاوية مستقيمة. دي كلها يا شباب زاوية مستقيمة، والزاوية المستقيمة بكام؟ ما هو الزاوية المستقيمة ب 180، خدت منها 45 يبقى 180 ناقص 45 هتساوي 135 ضرب أهي. تاني يا شباب انا عملت ايه؟ هو بيقول لي هنا القوة اللي هتتزن مع الاتنين دول ادي ق وكانت ق متعامدتان، وطالما متساويين يبقى المحصلة هتنصف الزاوية بينهم، يبقى دي 45 ودي 45. فين بقى اللي هتتزن مع ح ديت؟ لازم تكون مساوية ليها في المقدار وعكسها في الاتجاه اهي. اهي اللي هي دي سميتها ق شرطة. هو كان طالب ايه بقى؟ زاوية ميلها على إحدى قوتين. طبعا دي كلها زاوية مستقيمة. 180 ناقص 45 هتساوي كام يا شباب؟ هتساوي 135 ضرب. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعده رقم 14. يلا بسم الله. بيقول لك في رقم 14 ثلاث قوى مستوية مقاديرها 5 و6 و7. خلي بالك بقى، دول 3 قوى تؤثران في نقطة مادية. فإذا كانت القوى متزنة لازم محصلة 2 بتساوي التالتة. فإن نجيب هو اللي هيقول له بقى، فإن نجيب تمام الزاوية بين القوة التانية والتالتة. خد بالك هما القوة 5 و6 و7. انت عايز الزاوية بين القوة التانية والتالتة، يبقى المحصلة هي كام بقى؟ يبقى المحصلة بتاعتهم هي 5، دي هي الحاء بقى اهو. محصلة، ما هو عايز الزاوية بين القوة التانية والتالتة، خلاص يبقى المحصلة هتساوي القوة التانية اللي هي 5. طب لو عايز الزاوية بين القوة اللي هي 5 و6 يبقى المحصلة هي 7. طب انت طالب ايه بقى؟ عايز الزاوية بينهم، يعني عايز جتا ايه يعني؟ تعال نطبق قوانين يا باشا. انت عندك ح بتساوي الجذر التربيعي. طب ايه رأيك نطبق الح تربيع؟ اكنك ربعت الطرفين بالظبط. بيساوي ق واحد تربيع زائد ق اتنين تربيع زائد 2 ق واحد ق اتنين جتاية. يلا نعوض. يلا يا باشا. هو الحاء تربيع يعني بخمس، 5 أس 2 أهو. ق واحد تربيع ق واحد، ما هو دي الحاء خلاص بقى، دي ق واحد وده هي ق 2 بيساوي 6 تربيع زائد 7 تربيع زائد 2 في ق واحد 6. طب هي الخمسة؟ هي دي الخمسة خلاص، هي دي المحصلة خلصت كده، في 6 في 7 في جتاية. طب يلا تعال نودي دي بعكس الإشارة وتعال نودي دي بعكس الإشارة ونحسب المسألة كلها مرة واحدة. يبقى 5 تربيع ناقص 6 تربيع ناقص 7 تربيع بيساوي 2 في 6 في 7 جتاية. ايه رأيك اقسم على اللي هنا على 2 في 6 في 7؟ عايز تحسبها انت بقى من الأول اللي انت عايزه. وهنا على 2 في 6 في 7، الاتنين هتطير مع الاتنين والستة هتطير مع الستة والسبعة هتطير مع السبعة. هيتبقى في الآخر إن جتايه بتساوي، لو حسبت الحسبة دي كلها على بعضها تطلع في الآخر سالب 5 على 7 اللي هي ب. تمام كده يا شباب؟ يبقى هو قال لي عايز الزاوية بين القوة التانية والتالتة، يبقى المحصلة هي القوة الأولى. تمام كده؟ طيب تعال نشوف آخر سؤال يلا. آخر سؤال معاك
بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك إذا اتزن جسم تحت تأثير 3 قوى كما بالشكل، فأي الجمل الآتية تكون صحيحة؟ أي واحدة منهم هتكون صحيحة. طب صلى على رسول الله بقى كده عليه أفضل الصلاة والسلام. هو هنا كان دي اسمها قاف واحد متجه في الرسمة، ودي قاف 2 متجه، ودي قاف 3 متجه. طيب تمام، حلو قوي. هو بيقول لك بقى إذا اتزن جسم تحت تأثير 3 قوى كما بالشكل، أي واحدة فيهم صح. تعال أفهمك حاجة. لو القوة متجهات، يعني ايه يا استاذ؟ لو القوة كمتجهات يعني معمول عليها علامة المتجه كده يا ولد، يعني معمول عليها علامة المتجه. لو القوة متجهات اعرف دايما يبقى المحصلة بتساوي جمعهم قاف واحد متجه زائد قاف 2 متجه زائد قاف 3 متجه. لو القوة كمتجهات يعني كده المحصلة بتساوي جمعهم. لو القوة كمتجهات يبقى المحصلة بتساوي جمعهم. طيب، طب وهنا ممكن كمان نطبق قاعدة لامي. والله ممكن نطبق قاعدة لام. قاعدة لام اللي هي بتقول لك ايه؟ قاف واحد على جا سيتا واحد تساوي قاف 2 على جا سيتا 2 تساوي قاف 3 على جا سيتا 3. طب بص كده الحتة ديت التانية ديت، بيقول لك قاف واحد زائد قاف 2 زائد قاف 3 بتساوي صفر. فكر معايا كده، هل هي بتساوي صفر ولا ما بتساويش الصفر؟ والله هو طالما قال لي اتزن يبقى المحصلة بصفر. اتزن يا دي، يعني ما بتتحركش، يالا متزن متزن. طالما قال لك متزن يبقى المحصلة بصفر. ما هو دي معناها ان المحصلة بتساوي صفر. صفر اللي هو متجه. طب انت ليه يا استاذ ليه قلت دي صح؟ لسه هنجرب الاختيارات. هي ديت صح عشان قال لي كلمة متزن، هو جامع القوة. طب هو جامعهم ليه؟ عشان أي قوة في المتجهات معناهم جمعهم. طب بتساوي صفر ليه؟ بتساوي صفر عشان قال لي كلمة متزن. يبقى 2 كده معانا. تعال نجرب. رقم 3 يقول لك قاف واحد على جا سيتا واحد بتساوي قاف 2 على جا سيتا 2 بتساوي قاف 3 على جا سيتا. طبعا صح برضه. طبق قاعدة لام. طبق ايه يا شباب؟ طبق قاعدة لام. طب هي الأولى غلط ليه؟ لا، الأولى لازم يعمل متجهات، لازم يعمل دي كده ولازم يعمل دي كده ولازم يعمل دي كده عشان أقدر أجمعهم. أنا ما بجمعش بمزاجي. يبقى اللي نفع 2 و3. أكرر تاني، المحصلة لو القوة جاية كمتجه معناها جمعهم، وطالما قال لي اتزن يبقى المحصلة بصفر. ما هو اتزن مش هيتحرك يبقى المحصلة بصفر. وهنا طبق قاعدة لامي فدي برضو صح. يبقى اللي هتنفع كام وكام يا شباب؟ 2 و3 اللي هو الاختيار ب. تمام كده. كده احنا حليت معاك 15 سؤال اختر في درس الاتزان. ان شاء الله هكمل معاك ال 15 التانيين او ال 17 التانيين يعني. عايزك تذاكر ال 15 دول كويس جدا وتفهمهم كويس جدا وتنتظر ان شاء الله الفيديو التاني. ذاكر عشان مفيش حاجة تتراكم عليك، وعشان منهجك مليان ومنهجك فيه افكار كتير. فانت اما تذاكر جزئية صغيرة بجزئية صغيرة الدنيا تبقى سهلة. يعني ما حلتلكش على بعض ال 36 سؤال، لا انا حليت لك 15 سؤال تفهمهم كويس. ذاكرهم يا عم وافهمهم وهنزل لك الباقي. يبقى واحدة واحدة بس كده. أتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.